السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حصاد الأسبوع من قناة مراجعة عامة. ونبدأ في أول خبر وحدث في هذا الأسبوع كان آخر ترند، وهو وفاة الشيخ محمد المقرمي الذي توفى في المدينة المنورة رحمه الله. الخبر الثاني وهو عن حديقة السويدي وعن المهرجانات هناك واليمنيين في هذه الحديقة، يعني أحداث كثيرة ولقطات كثيرة من هناك تأتي من المغتربين والمعتمرين. هنا نشاهد أيضا مايا العبسي فارحة بالجمهور حقها بهذه الحركة. الخبر الثالث وهو عبارة عن خبر لي محبط جدا، وهو عن السمعة والاحترام. أخذنا على آخر القائمة في السمعة والاحترام مثل ما شاهدت هذا الخبر إحباطا. شاهدت تعليق هنا يقول واحد ما في أحد معهم هناك، يقول لهم إحنا أصل العرب. عموما ننتقل للخبر الذي يليه، وهو إيقاف بناء سوق القات الذي قد كان تم عرض خبر أن بناء هذا السوق كان هو سوق قديم في الأساس وتم هدمه وعادوا بناؤه، ولكن شكى ناس من أهل الحي قالوا إن في مدرسة وإن في سوبر هايبر هناك ومكان مكتظ. عموما نسأل الله أن يرزق صاحب سوق القات ويشوف له مكان ثاني ويعوض عليه، والبلاد هي هكذا يعني أخذ وعطاء. لقطة هز وبرع من هذه الصرعة، هذا معهوش برع. طبعا هذه ليس غريب الرقص، انا شفت ناس مستغربين. انا شايف عده برعات كنت في السعوديه، اصحاب الجيزان اذا سمعوا الطبله هذه يتبركضوا، يكونوا مثل اللي ذبح ديك وفلت له يركض وراسه مقطوع بسبب ارتفاع الهرمونات، ما ادري كيف. المهم اللي ما يحركها الطبل يقولوا طبل، لكن هذا قد هم صرع. عموما ننتقل للخبر الذي يليه، وهو شبيه ابو حيدر من محافظه تعز، مو ابو خلوا الناس الشابههم. ننتقل للخبر الذي يليه، وهو هزيمة المنتخب اليمني في دوري كأس العرب أمام جزر القمر. قد كانت النتيجة يعني لصالح اليمن، ولا أدري كيف يعني عادلوها، وبالأخير طلعت ترجيح وأخذ الفوز جزر القمر. أيضا من ضمن الأخبار المتداولة، وسجلت فيديو أنا عن هذا الخبر بس ما نزلته، عن أبو حيدر يعلن لي زيت وكريمات كذا وفلحسة مثل ما قال، وإنه يفيد القرع ويسلس الشعر. وبعض الناس قالوا يعني أصحاب الشركة أو أصحاب المنتج قرع، لماذا؟ عموما نسأل الله أن يوفق الجميع. صور متداولة لهذه الفاكهة الغريبة يعني على بلادنا تقريبا، كان من أول لا توجد بكثرة، الفراولة. فجميل جدا أن يكون في تنوع بالخضار وفواكه جديدة إلى السوق اليمني، كان موجودة لكن ليست بهذه الكثرة. خبرنا العاشر وهو سارق القات والنهاية المؤلمة. يا جماعة اصحوا انتبهوا، يعني ركزوا، احنا بعام 2025. اشوف ناس يعني كأنه عادوا بعام 1980، يعني بعام ما قبل 2000 وعهد التطور والتكنولوجيا. الحين التكنولوجيا توفر وتخدم الناس، وبعض الناس ما زال في العقلية. هذا راح يسرق القات وطلقوا عليه رصاص، ومثل ما تشوفون يعني كونه في رجله. لقطة للجمهور اليمني وفرحة ما تمت، كان هناك حماس وتشجيع من الجمهور اليمني مثل ما نشاهد هنا. الخبر المؤسف المؤلم وهو انقلاب باص في محافظة البيضاء، وتوفى شخص نسأل الله أن يرحمه، والبقية في المستشفى. لكن لم يكن هذا كالزخم يعني بهذا، لأنه شخص واحد، والشخص هذا الواحد برضو إنسان الله يرحمه. ننتقل للخبر الذي يليه، وهو صور متداولة لخالد شايع أحد مشاهير اليمن، نسأل الله له الصحة والعافية يعني بالمستشفى. شاهدنا يعني تغير على ملامح وجهه، نسأل الله أن يعافيه. عمل يا شعب. مثل ما نشاهد هنا شخص يعني تعرض لركلة جمل، وهو يوثق يعني بالفيديو. جميل أن الواحد يكون يشتغل شغله ويوثق أشغاله على السوشيال ميديا. جاء رزق أهلا وسهلا، ما جاش أنت تشتغل على شغلك، ما تترك شغلك. هذه نصيحتي للجميع. طرد محمد جميل صبر مطعم في مكة. الشخص هذا كان له يعني أحداث كثيرة وأشياء. أنا نزلت فيديو، البعض فهمه غلط وقال إن طرحي غير موفق إني أدافع عنه. أنا لا أدافع عنه ولا شيء، هو مثل ما شق طريقه ما بتدخل أنا وإيش اللي سواه. ولكن أنا انتقدت صاحب المطعم، هل يحق له؟ هل هو سلطة إنه يا أطرد شخص من المطعم؟ اما الشخص هذا اعماله يعني ما اتفق انا معه، انه راح الى مكه وقال اللهم زوجنا بهدي المانع، وقال ما ادري في حاجات انظف من حياته، يعني اشياء قذره جدا. هذا شأنه، إذا في غلط يحاكموه أو يتعاقبوها الجهات المختصة، ما هو أنا. عموما ننتقل لخبر جميل جدا لهذا الشخص من ابتسامته إذا ظهر بالفيديو. صادفته أنا قبل يومين. رياض الأهقري قدم نصيحة للذين يتبختروا ويعرضون الأرباح: لا تلفتون العين الناظرة. الحين بيفعلوا يعني مثلا تلفتون الناس، يعني كل واحد كان يقربع له، كل الناس يقربعوا، ما حد سمع عليهم. قال يعني ما في شخص يقول أنا ربحي من البقالة كذا كذا بالشهر. وعندنا عرضوا كل يوم، صح انه يشجع. انا شفت العرقمي وفي ناس الحين العرق اشجعوا الناس، شجعهم قل لهم. بس انا ما قد شفت مشهور، يعني نادر انا اشوف ناس يسالون ومكانه يضحك ويبتسم ابو فلاح كم ربحك ويرمه تراميه، ما حد يقول بالفلوس. وعندنا ما شاء الله احنا اللي ولا عشان اقول مثل خلاص
ننتقل للخبر اللي بعده. الخبر الذي هو يعني حدث صار عالمي ومر على بلادنا، بركان اثيوبيا، يعني طار الرماد من اثيوبيا لبلادنا وخلف على عمان، وقالوا وصل الى جنوب الهند و جهة باكستان، يعني الدخان والغازات هذه المنبعثة. هذا كان الحدث الأكبر والأهم في هذا الأسبوع في بلادنا. ننتقل للخبر الذي يليه، وهو وفاة 5 أشخاص بسبب خمر مغشوش، رحمهم الله. أنا ترحمت عليهم بفيديو نزلت الخبر في القناة. البعض زعل وقال أنا لا أعلم والله هل يجوز عليهم الرحمة أو لا، ولكن أنا من باب أولى إني أقول رحمهم الله. وش أقول؟ إن شاء الله ربي يوصلكم لهذه اللحظة يا رب. الخبر الذي يليه وهو لقطة لمناظر سياحية في بلادنا ما أجملها. فجميل أن واحد يفعل محتوى لقطات يعني مثل هذا المحتوى تحت يوزر نيم اي دبل بي اللي هو اي 8 اي دبل. المهم هذا الشعار تقريبا في الانستغرام، يعني الواحد لا ينقل مناظر حلوه، اما ينقل مناظر وجالس يفحط لنا ويهيص ويتبختر وقال روح السياحه. لا اتفق انا مع الحسني، نسال الله ان يفك اسره من عدن. باكستاني ويمني مثل ما نشاهد هنا بهذه الرقصه، لقاء الثقافات في احد الاعراس في الخليج ليمني واحد مشاهيرنا او موثقين كذا في السوشيال ميديا يمني مع باكستاني. جميل جدا هذه الرقصه. الخبر الذي يليه وهو يدعم ابو علي رسام، يعني يبيع زبيب. انا سجلت له فيديو دعم ولكن الوقت ما سمح اني انزله، يحتاج مونتاج، وسجلت الفيديو جاهز ان شاء الله، اللي هو الفيديو يحتاج مونتاج. ابو علي رسام هذا شخص يعني مناضل، واستغل يعني من شهرته او منصته انه يعرض بضاعته على السوشيال ميديا، يبيع زبيب بلدي. ايضا من ضمن الاحداث التي مرت بهذا الاسبوع وهو الاسماء الوهميه او المزوره في تويتر، ظهرت بعضها من بلادنا اليمن، فكان الناس زعلانين يعني في باسماء ناس من دول الجوار كذا، واسماء بنات واسماء فاحشه وصور. المهم من حق تويتر. ونعود مع الترفيه. انتبهوا لاجدادكم، الحاج هذا يعني شكله فاقد للبرعه، واضح انه دخل من البلاد عمره الى السعوديه او زياره، او المهم انه يابس جلد وعظم، ولكن خرمان برعه يبتلع له. هذا شكل البلاد حقنا فاقدين للفرحه والبرع. ما فيش مهرجانات، ما اشوف انا الا في حضرموت بعض الاحيان مهرجانات كذا ورقصات ومن هذه الغرائب العجائب. ترفيه الواحد يسلي على نفسه، البلاد هذه تحتاج لضحكه ودبقه والباقي على الله. نصل الى الخبر رقم 24 وهو صيدلي جرب علاج منوم جديد، فجربوه فطس نومه، فيعني شعروا ناس انه ما طلع، وافتكروا انه ماتوا وتجمعون، وجات الشرطه وبالاخير طلعوا يقولوا نايم 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 نايم، يعني طلع انه بخير ولكن جرب العلاج هذا وفطسوه في نومه. عموما انا اتحدث باللغه العاميه في هذه القناه، يعني اجدها سريعه وسلسه. لا حاولت، انا شفت ناس يقولوا تكلم بالعربيه احيانا تتكسر، ولا نجيب عاد العيد. المهم نتكلم بالحاصل وعلى الطبيعه، ما يحتاج تصنع. الخبر الذي يليه وهو بلادنا اليمن، أصعب مكان ممكن تتعلم فيه السواقة. أخذنا على المركز الأول مثل ما شفت أنا هنا في بعض الدراسات، يعني أي سواق يجي من اليمن يعتبر سواق عالمي، لأن صعب السواقة في بلادنا اليمن. شوقي هايل يعلن إنشاء محفظة إلكترونية بدعم 10 مليار ريال يمني لدعم شباب تعز. هذا الخبر بهذا الأسبوع. أيضا فقدان طفلة في عدن، وعادت بزفة وجماهير وزغردة، يعني الشعب قالوا خاور فرحة بأي شيء. عادت الطفلة هذه استقبلوها استقبال عرس ورافعينها كذا، من المفروض يضموها يطمنوها يهدوها. زيد العياق والله ما عارفة إيش الصدمة وإيش اللي حصل لها الحين البنية هذه. الحمد لله أنها رجعت والحمد لله على سلامتها. وايضا من ضمن الحوادث وهو حادث لموتور عاكس خط، شاهد كل التعليقات يقولون يستاهل. اصحاب الموتورات انتم الى متى بهذا الاستعباط والاستهبال؟ عموما نسال الله ان يشافيه. رقم به السياره الشاصه هذه، رقم به مسافه لا ندري اين حصل له وايش حصل له. ايضا من ضمن الاحداث لهذا الاسبوع وهو حدث رقم 29، عهد ياسين مذيعه، يعني طلعت بدون بنت، يعني طهرت سيقانها، فكان هناك رده فعل من ضمنها واشهرها الشيخ العديني، ونقابه الصحفيين يعني زعلت وادانت الخبر هذا. المهم ترندات، اهم شيء نمشي بترندات. الفيديو لهذا الطفل وهو معلق فار على حبل المشنقة، يعني قال انه اكل عليه 1500 ريال. ايضا في بداية الاسبوع كان في حادث في احد المناطق اليمنية، زفة من اب الى ذمار او الى يريم، وحدث حادث وماتت العروسة، ومن ضمن الذين يعني تجمهرون سرقوا ذهب العروسة وسلاح الناس اللي كانوا في العرس والزفة. نسأل الله لهم الرحمة وأن يشافي الجرحى وأن يهدي الذين فعلون هذه الحادثة. السمعة يا جماعة، السمعة ما عاد معانا الا السمعه، وبالاخير وصلنا يعني طلعنا اخر شيء يعني العالميه، يعني اخر شيء في السمعه.
هنا نشاهد شخص يطرح هذه الحماية على الهايلوكس يعني ما حد يريده أن يتعبر أو يتعلق على السيارة هذه بهذه الطريقة. نختتم بالخبر الذي قبل الأخير، وهو رقصة احتفال في عدن. مثل ما شاهدت هذا حفل مدرسة وكذا، تقريبا هم أطفال، ولكن بعض الناس قالوا ليش الاختلاط هذا، والفرحة عامة بهذه الصالة. المهم لكم الحكم، أنا لا تعليق. وختاما ننصحكم أن تنبهوا أولادكم وتحافظوا عليهم. مثل هذا الفيديو اللي يعني تعبر مع السيارة هذه، أصحاب القرى كذا يعني بعضهم يرسل اللي بينه للمدرسة ما ينبهه، لو كان طاحس تحت كفر السيارة كان إيش بيحصل له. عموما الذي وصل إلى نهاية الخبر هذا رقم 35، يكتب بالتعليق 35 ولا يطمنا علشان يكون أتحمس. أنا صراحة البرنامج هذا هو المتعب لدي لأنه يأخرنا في المونتاج، ولكن أشوف التعليقات كلها تؤيد هذا البرنامج اللي بسميه حصاد الأسبوع، فأتحمس وأنزله حتى لو إني تعبت. وأما بقية الأخبار اقرأ خبر وطرح فيديو وروحت، هذا يحتاج مونتاج كثير. إذا في حماس أنا بواصل يعني قصدي، وأستمر في كل أسبوع أجيب لكم اختصار يعني للترند. تحياتي للجميع وشكرا لكم على المتابعة.